ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. عودة محمد شريف إلى بيته يا جماعة. محمد شريف رجع للنادي الأهلي ومضى 5 سنين للنادي الأهلي، وقع خلاص تمام. طلع مع كابتن شوبير وكل حاجة تمام، حتى البصمة لسه على إيده في البرنامج. وطلع هو ووالده طبعا، يعني تقريبا كان لسه ماضي ومخلص، وطلع على طول مع كابتن أحمد شوبير في البرنامج بتاعه حارس الأهلي. ده حاجة بتبين لك إن أخبار كل الإعلاميين بالذات مهيب عبد الهادي كلها في شنك، كلها اخبار في شنك. راح يقول لك اصله مضى خلاص في تركيا وهرب من الزمالك، اصله ما عرفش ايه وعمل ايه. محمد شريف اتكلم عن كل الحاجات دي، قال لك انا كنت قريب من انديه في مصر، وكان كلامه باين قوي ان هم بيراميدز والزمالك، يعني لان قال لك ناديين كبار، فما فيش غيرهم تقريبا بعد النادي الاهلي هم اللي ممكن يفاوضوا محمد شريف. وقال لك تركيا برضه بتاع، لكن ما فيش اي حاجه رسمي خالص يا جماعه. كلام مهيب اخر مره قال لك ان خلاص فريق في تركيا مركز عاشر اشتراه والدنيا تمام وهرب من الزمالك وبتاع. فجاه شريف مضى في الاهلي. فطبعا ما تصدقش اي حد في حوار الصفقات ده بالذات، كله بيعمل بوم وطخ، ما تصدقش اي حد خالص. بالنسبه للموضوع برضو محمد شريف، في حاجه كوميدي كده، بيج المختلط منزله بوست بتقول لك ايه: احمد شوبير كان معاه محمد شريف بعد ما وقع للنادي الاهلي 5 مواسم، قاعدين هما الاثنين في الاستوديو قدام الشاشه. شوبير بيقول لمحمد شريف ايه؟ بيقول له جاب له اهدافه في نادي الزمالك، وقال له اختار احسن هدف سجلته في نادي الزمالك، انا مستعد ادفع نص ثروتي وبرنامج شوبير يتوقف او يتقفل. طبعا يا جماعه طبعا يا جماعه برنامج احمد شوبير ده بالنسبه للزملكاويه اكنه بالظبط قاعد قدام حاجه بيجلد ذاته. احمد شوبير يعتبر الوحيد اللي بيخلي اي حد زملكاوي غير عقلاني، طبعا الزملكاويه المحترمين على عيني وعلى راسي، اي حد زملكاوي غير عقلاني يشد في شعره، هو الوحيد اللي بيقدر يعملها يا جماعه. وبصراحه انا بحمد ربنا ان كابتن احمد شوبير معانا، يعني اهلاوي، فانا بحمد ربنا جدا الصراحه. فصفحة اللي هي بيج المختلط كان الادمن بتاعها الظاهر كان هيموت امبارح لما اللقطة بتاعت احمد شوبير بيعرف يختار الفقرات في البرنامج بتاعه، وبيعرف يقول الكلام الصح اللي يحرق اي حد متضايق من النادي الاهلي او اي حاقد للنادي الاهلي. شاطر قوي في النقطة دي. في تصريح لكابتن ايمن الرمادي بيقول ايه بقى؟ معرفش يا جماعه، اللي يعني كابتن ايمن الرمادي شخصيه محترمه جدا وشكله شخص عقلاني جدا، يعني تحسه واقف على الخط بره كده وهو بيدرب اي فريق، تحس ان في دكتور مثلا، راجل دبلوماسي، راجل سياسي واقف، نائب في مجلس الشعب واقف كده، محترم جدا والنضاره وبتاع وكده. معرفش اللي بيدخل نادي الزمالك دماغه بتتفرمط، يعني معرفش بيحصل له ايه. بيقول ايه كابتن ايمن الرمادي بقى؟ بيقول لك اقولها بصوت عالي: ليس من مصلحه مصر والكره المصريه والكره العربيه والافريقيه ولا حتى العالميه ان يقع الزمالك، قسما بالله غلط، علي النعمه. نادي الزمالك ده لو وقع كله هيرتاح، عامل صداع لكل الناس، انا ما في مشاكل، انا مظلوم، انا بيحصل لي كذا، مسوق صورتنا في كل حته، سواء اللي عند لعيبه، سواء عند مدربين، سواء عند الفيفا، سواء لعبنا في بلد بره، مسوق شكلنا ومسوق سمعتنا، وبيحصل بلاوي وبيشتكي وناس كتير رفع عليه قواضي عامل ازمات. يعني احنا لو شلناك انت فعلا لمصلحه كل اللي انت بتقوله ده، مش لمصلحته، يعني لمصلحه الكره المصريه والعربيه والافريقيه والعالميه، ان نادي الزمالك ما يبقاش موجود، او على الاقل لو موجود كل اللي حواليه والاشكال اللي ماسكاه دي كلها تمشي، ويجي ناس محترمه بقى، يا ريت يعني. اوسه عبد المنصف، البوم الطخ. تصريح محمد عبد المنصف يا جماعه، بطل موقعة الستة، بيقول لك ايه: الاهلي راح كاس العالم بسكواد جامد جدا، وتعادل في المباراه الاولى مع انتر ميامي، وده اقل من الزمالك بكتير، والزمالك لو في المونديال كان كسب انتر ميامي مستريح، ولو لعب ضد بورتو كان عمل نتيجة كويسة ويصعد من المجموعة. الزمالك بطل افريقيا، الزمالك بطل الكونفدرالية. يا زلا يا ز... يا ز... يا زلام ايه، يا سلام، يا سلام عليك يا اوسى، والله يعني الزمالك بطل افريقيا، الزمالك بطل الكونفدرالية. يا سلام، دي عامله زي ماكدونالدز انا احبه، زيها بالظبط كده، يعني هي نفس الافيه كده على نفس الوزن والقافيه يعني. هو ايه اللي بطل افريقيا بطل الكونفدراليه؟ هو اي هري، اي كلام يا جدعان. يعني انت عايز تمسك منصب بقى في النادي، فهو التصريحات دي يا هتمسكك منصب في النادي، انت فاهمني، يا اما هتطلعك تلف على قنوات تلم شويه فلوس. عشان كده التصريحات دي بتتقال وكلنا خلاص فهمنا اللعبه يعني.
وبترضي المرضى، في مرضى كده بالكلام ده بيرضيهم يعني، فانت بترضي المرضى يعني وبتاكل عيش صباح الفل. تمام. في عندنا كمان موضوع بقى شيكابالا يا جماعه، عشان الموضوع ده طول بقى. في كلام اخير بقى ان بيقول لك شيكابالا لو خلاص اتطلب منه الاعتزال وانه يمشي، بيقول لك هياخد عقده كامل. ازاي يعني؟ انت ما لعبتش مثلا، ما لمستش الكوره ومجدد عقدك، فهتاخد عقدك كامل لو هتعتزل. يعني هو خلاص هيعتزل الراجل، او انتوا عايزين تمشوني وتخلوني خلاص اعتزل الكوره، اخد عقد كامل اللي هو كام يا شيكا؟ 30 مليون جنيه. الله، اسطوره يا شيكا. إيه يا شيكا مالك؟ انت اسطوره النادي، المفروض تضحي فيه ايه؟ لا ماليش دعوه، انا عايز ال 30 مليون جنيه. طب يا شيكا ازاي؟ ده الناس كلها بتحبك وعاملاك اسطوره وعاملاك الكبير وعاملاك وعاملاك وعاملاك، يعني المفروض تضحي عشان النادي اللي ياما عمل لك، وهو اللي لمعك وهو اللي كبرك وهو كده يعني. ايه الدنيا؟ لا انا هاخد ال 30 مليون. شيكابالا يا جماعه عايز لو اعتزل ومشي، خلاص مشي من النادي، ياخد 30 مليون جنيه اللي هم مش عايزين يدوهم لعبد الله السعيد اللي ب 10 زي شيكابالا دلوقتي وفي سنه ده اكبر من شيكابالا، مش عايزين يدوهم له وهو بيلعب كمان ورجله في الملعب. فشيكابالا طالبهم وهو قاعد بقى، يعني شيكابالا طالبهم وهو قاعد وهيعتزل، فعايز 30 مليون جنيه. تمام يا جماعه، الاسطوره ده الاسطوره طبعا لازم ياخد 50 مليون مش 30 بس. قناه النهار والتعاقد مع ميدو. قناه النهار قالت في تقديم برنامج ميدو: من خلال مناقشتنا مع كابتن ميدو والافكار التي طرحها هو وفريق التحرير، وجدنا توافقا كاملا ورغبة مشتركة في أن نقدم شيئا يليق بما يجب أن تكون عليه الكرة المصرية، ونحن نعتبرها خطوة جادة في اتجاه وضع الكرة المصرية جمهورا وأندية وإعلاما وإدارة وفكرا وصناعة في مكانها اللائق، ووسط منافسة إقليمية شرسة وتطور عالمي كبير. الله الله عليكم يا جماعه، ايه التقديمه الجميله دي يا جماعه؟ بيحسسوك ان في ارسن فينجر والسير اليكس فيرجسون هم اللي هيقدموا البرنامج ده يعني. يعني بيحسسوك انه جايبين خلاص فينجر خلاص قاعد مع جوارديولا وبيتداولوا وبيشوفوا افكار عشان خاطر يكبروا ويطوروا الكره المصريه اللي بايظه يعني. يا سلام، ده كله ميدو هيعمله في الكره المصريه؟ اه فعلا. لا انا مصدقكم، يعني خلاص انا اقتنعت ومصدقكم بسبب الاعلان ده والله. ده مش ده ميدو اللي قال دفتر الشيكات مفتوح، باين حاجه زي كده، او دفاتر الشيكات مفتوحه، بس انا مش عايز ازعل حد مني. انا مش عايز ازعل حد مني يا جماعه، انا معايا دفتر شيكات بس انا مش لاقيه فين دلوقتي، لان انا اصلا مش شايف قدامي من امبارح، عينيا مزغوله طبعا، انتوا عارفين بسبب ايه. فانا مش شايف قدامي الصراحه، علشان كده لما اشوف قدامي هجيب دفتر الشيكات على طول واشوف هعمل فيه ايه. تمام يا جماعه، ماشي ماشي يا قناه النهار، احنا صدقناكم كده تمام. زي ما قلت لكم يا جماعه، اي حد بيطلع بتصريحات، اي حد بيظهر على الساحه شويه ترند، تعالى يا باشا اقدم لك برنامج، تعالى اطلع في القناه دي عشان تتشاف والناس تسمع اي هبد، تضحك عليك شويه وخلاص، وبعد كده تمشي وتقلب على القناه اللي بعدها. شكرا يا جماعه انكم سمعتوني، السلام عليكم.